السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل معاكم النهاردة كفتة داوود باشا الأصلية، وكمان هنضاعف معانا كمية اللحمة بمكون متوفر وكله فوائد غذائية. مش هتتخيلي الفوائد الغذائية اللي فيه، وهيضاعف لي كمية اللحم. أول حاجة معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. اللي قدامك ده ربع كيلو بس. احنا دلوقتي الدنيا غلا، فبنحاول بقدر الإمكان نعمل أكلة حلوة وفي نفس الوقت تبقى موفرة على قد الإمكانيات وتقضي العيلة كلها. طب الربع كيلو ده هيقضي العيلة؟ هيقضي 5 أفراد من بدري. معايا دلوقتي الربع كيلو، حطيت عليهم بصلاية متوسطة و3 فصوص توم، بشرتهم حلو مع بعض وصفيت المية بتاعتهم. نصفي المية كويس جدا عشان المية بتاعت البصل هي اللي بتخلي الكفتة معايا تفك. بعد كده حطيت معايا البهارات، ملح وقرفة وشوية من البابريكا وشوية فلفل أسمر. كده خلاص المكونات بتاعت الكفتة. كمان حطيت نص معلقة من النشا. نص معلقة النشا ديت مهمة عشان هتخلي الكفتة معايا ما تكشش. طب ايه هو بقى المكون اللي قدامكم ده؟ اللي هو حمص الشام، اللي هو الحمص اللي هو احنا بنحطه مع الترمس او بنعمله مشروب. ايوه هو ده حمص الشام. بنقعه ونسويه كويس جدا زي ما انتوا شفتوا كده. طب هنحطه على الكفتة هو بالشكل ده؟ لا، لا، احنا هنفرمه زي ما تشوفوا كده. فرمته فرم ناعم جدا، شايفين النعومية بتاعته؟ لازم تفرميه كويس جدا عشان ما يبانش في قلب الكفتة. حمص الشام ده كله فوائد غذائية. خشي كده دوري كده على الجوجل وقولي فوائد حمص الشام، مش هتتعد. ده بنستغنى بيه عن البروتين او فول الصويا. فول الصويا ده مسمح يعني ما انصحكوش ان انتوا تستخدموه، لانه في اضرار. كانوا بيقولوا في اضرار للذكوره، بس هو في اضرار للجنسين، للذكوره وللاناث. فمن الافضل ان انت ما تستخدمهوش خالص. استغني عنه بحمص الشام. مش هيبان طعمه خالص في قلب الكفته، وفي نفس الوقت هيضاعف لك الكميه معاكي، وفي نفس الوقت في ليك مكونات غذائيه رهيبه. طب انت عملت ايه دلوقتي؟ انا عجنت الكفته كويس جدا زي ما انت شفتوها كده، عجنتها بايدي. مش بقى لبست جلافز ولا كده، انا ما بعرفش البس جلافز، انا بحب المس الحاجه بايدي كده. عجنتها كويس جدا لحد ما بقت ناعمه زي ما انت شفتوا كده، وبعد كده كورتها على هيئه كور. خلاص دي اخر كوره معانا. طبعا الحجم اللي انت عايزاه بقى تكبريها تصغريها دي بتاعتك. شايفين الكميه اللي طلعت لنا من ربع كيلو المفروم؟ كمية محترمة. بعد كده هنجيب بقى شوية بقسماط، أو لو ما عندكيش بقسماط شوية فيجيتار، المتوفر عندك بقسماط على فيجيتار براحتك. هنلتها كده يعني هنغلفها كده من بره بالبقسماط. وبعد كده هنعمل ايه؟ هناخدها ونروح بيها على الزيت السخن. يا دوبك احنا عايزينها بس تاخد لون، مش عايزينها تستوي، يا دوبك عايزين بس تاخد لون عشان هي هتكمل سواها في قلب ايه في قلب البطاطس مع التمام. خلاص هي كده بقت زي الفل. نروح بقى، كفتة كده خلصت. رحنا بقى على النار، صينية على النار، حطينا فيها بصلاية برضو مبشورة، بس المرة دي بالمية بتاعتها. بشرنا البصلاية وحطيناها بالمية بتاعتها، ونزلنا عليها بشوية من الزيت اللي احنا قلينا بيه الكفتة. الزيت ده بعد ما تقلي الكفتة تعملي بيه اي حاجة بقى. انا عملت بيه دلوقتي، حطيت منه على البطاطس وكمان حطيت منه على الرز. نزلت بالبصلاية وعليها البطاطس، حطيت شوية من الفلفل الأسمر وهسيبهم يتشوحوا كده مع بعض تشويحة حلوة عشان البطاطس تاخد من طعم البصل، فتديها طعم جميل قوي. بعد ما تتشوح تشويحة محترمة زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بقى بعصير الطماطم. والله بقى لو عندك حتة بنجرية كده وقمت ضربها مع عصير الطماطم، الله بقى على الفوائد بقى. يعني البنجر ده بقى كله حديد، هتاكلي الأكل عبارة عن مكونات غذائية متكاملة. خلاص حطيت عصير الطماطم، حطيت بقى البهارات معايا، فلفل اسمر شويه صغيرين طبعا عشان انا كنت حاطه شويه مع البطاطس وهي بتتشوح، وشويه قرفه وملح وشويه بابريكا وورقه لوري. واغطي عليها واسيبها لحد ما تبتدي تغلي بالشكل ده، تاخد لها غلوه كده على النار. بعد كده انزل بايه؟ انزل بالكفته بتاعتنا. طب هو كفته داوود باشا بتتعمل ببطاطس؟ ايوه، كفته داوود باشا الاصليه اصلا بتتعمل ببطاطس، لكن احنا طبعا طورناها وعملناها بس في الطماطم لوحدها. بس احنا عايزين بقى ايه؟ غدوه محترمه كده للعيله. خلاص اغطي عليها وهسيبها على نار هاديه تستوى لحد
ما خلاص استوت معايا بالشكل ده. هقفل عليها بقى، مش هسيبها تنشف خالص من الميه، عشان هي بعد ما تقفلي عليها هتبتدي تشرب الميه بتاعتها، عشان يبقى فيها شويه صوص حلوين زي ما انتم شايفين كده. بعد كده التكه دي بقى اضافيه، حتة فحماية على النار، وحطيت عليها بقى نقطة زيت، وهغطي عليها كمرة حلو عشان تاخد كده من طعم الفحم. والله ما انتيش حباها براحتك، بس هي تكة حلوة، بتدي تكة حلوة للأكل. كده خلاص الطبخة بتاعتنا خلصت. شايفين البطاطس مستوية زي الفل ازاي، ولا الكفتة بقى، الله على جمالها. وهتشوفوا شكلها من جوه مفيش أي أثر للحمص خالص. اهو شايفين لونها، شايفين شكل الكفتة زي الفل. والصوص بتاعها عشان كده ما تنشفيش الصوص قوي، عشان بعد ما بتقفلي النار هتبتدي تشرب بقى شويه من الصوص، يبقى فيه شويه صوص كده ايه، يحبشوا الليله ويديلها طعم. وكده خلاص الطبخه بتاعتنا انتهت معانا. وقولي لي ايه رايكم بقى فيها في الكومنتات، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.